السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم ازاي نقدر نعمل الجانتا تشارت لبرنامج البي 6 على الاكسل، يعني يا شهري او اسبوعي زي ما احنا حابين، ويبقى شكل احترافي جدا. وان انت لو جيت ضغطت على البار بتاع الاكتيفيتي يظهر لك الديتيلة بتاعت الاكتيفيتي كاملة. تعال نشوف ازاي. انا عندي مشروع بتاعي كده اهو، هاخد كل المشروع ده كده كنترول سي، واجي على الاكسل واعمل كنترول في، وعن طريق استخدام الدبليو بي اس كولرنج اضغط عليها هيعمل لي الكولرنج طبقا لشكل اللي موجود في البي 6. طيب انا حاليا محتاج اعمل البار تشارت الجانتا تشارت ويبقى بشكل كويس، وكل بار من البارات بتاعه الجانتا تشارت تبقى موجوده في منتصف الرو. تعال هنضغط على كلمه جانتا تشارت هنا، هيظهر لك تيبل صغير. هيقول لك انت عايزني احط لك الاكتيفيتي كولر بانهي لون، هقول له باللون الجرين. الدبليو بي اس كولر بانهي لون، هقول له باللون البلو. مثلا اختار من هنا قائمة الالوان بلو. البيريد عايز اوزع لك بشكل اسبوعي ولا بشكل شهري، انا هقول له بشكل شهري حاليا. مانثلي نيكست. هيقول لي هنا بس علمني على العمود اللي فيه الاكتيفيتي نيم. اوكي. بعد كده العمود اللي فيه الستارت ديت هنا اهو، العمود اللي فيه الفينش ديت، العمود اللي فيه بادجت توتال كوست، ادي بادجت توتال كوست، العمود اللي فيه التوتال فلوت، ادي عندي العمود اللي فيه التوتال فلوت، واضغط اوكي. هتيجي تبص معايا كده يا باشمهندس، هتلاقيه عمل لك شكل البار تشارت، وكل بار موجود في منتصف الرو اللي بيعبر عنه. تعالى بقى نقف نضغط على اي بار من البارات دي، نضغط على البار ده كده هيجيب لك التفاصيل بتاعة النشاط ده. قال لك ان النشاط ده انت مسميه موبيلايزيشن وورك، بدايته يوم 21، نهايته 21/9، الكالندر ديوريشن بتاعته 32 يوم، من ضمنها ايام الجمعة والاجازات، والاكتيفيتي تايب بتاعك نون كريتيكال، والكوست بزيرو. طب تعالى ننزل شويه على اي نشاط من الانشطه التانية اللي فيها كوست. مثلا ناخد النشاط ده، لو جيت ضغطت عليه ظهر لك مسمى النشاط والستارت ايه والفينش ايه بالظبط، والكالندر ديوريشن والكوست، وهل هو النشاط ده كريتيكال او نون كريتيكال. يبقى انا كده قدرت اعمل الجنتا تشارت بشكل شهري. طب تعالى ناخد نفس الشكل ده نعمله بشكل اسبوعي. هناخد التيبل بتاعنا ده كده كوبي، نروح على تابة جديدة نعمل له insert. تعال نعمل بقى ايه شانتا شارت هنا اهو. نفس الاختيارات، هقول له الاكتيفيتي كولر لون جرين، الدبليو بي اس كولر بلو، البريود عندي اسبوعي، واضغط نيكست. اختار العمود اللي فيه الاكتيفيتي نيم، اختار العمود اللي فيه الستارت، العمود اللي فيه الفينش، العمود اللي فيه البادجت توتال كوست، والعمود اللي فيه التوتال فلوت، واقول اوكي. هتيجي تبص هنا يا باشمهندس، رسمه لك بشكل اسبوعي، ادي الشهور وادي الاسابيع. ونفس الكلام لو جيت ضغطت حتى على المايلستون هنا هيجيب لك تفاصيل المايلستون، اسم الدبليو بي اس نيم ايه بالظبط، الستارت ديت امتى، والفينيش ديت امتى، والتوتال فلوت بتاعه، كل التفاصيل الخاصه بيه. تعال ننزل مثلا هنا، نفس الكلام هيجيب لك كل التفاصيل الخاصه باسم النشاط، ايه هو النشاط وايه هو بيعبر عن ايه بالظبط. يبقى انا كده قدرت اعمل البرنامج بتاعي بشكل يعني يبقى انتر اكتف وشكل كويس جدا لو انا حبيت اظهره لاي حد. يعني بحيث ان هو مش محتاج ان هو لو السكيل بتاع المشروع كبير، مش محتاج ان انا اروح جاي رايح هناك كده عشان اشوف النشاط اسمه ايه. لا، مجرد ان انا اضغط على البار شارت هنا يبان لك كل التفاصيل بتاعه النشاط ده. شكرا ليكم يا باشمهندسين.